بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير قوي من الفيديو اللي فات. النهارده بقى هنقدم وصفة جديدة، حاجة حلوة كده وسريعة. بصوا، هنعمل النهارده فطير بالسكر بس طعمه تحفة. عايزة اقولك ان هو اجمل من بتاع المحلات بمراحل، بجد يا جماعة بمراحل. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبطريقة فرد سهلة جدا جدا. يلا بسرعة بدون كلام كتير نخش بسرعة على المقادير ونشوف احنا هنعمله ازاي. اول حاجه هنا معايا انا هعمل كيلو الا ربع من الدقيق. انا على الميزان اهو هظبطه. انا هحتاج كيلو الا ربع. طبعا انا عملت ما شاء الله كانت كميه كبيره. طبعا حابه يعني الكميه اللي انت حباها، لو من كوبايه واحده بس دقيق ممكن تقدري تعملي فطيره على قدك. انا هنا عشان هعمل كميه فانا هضاعف الكميه بشويه يعني. هعمل هنا بمقدار كيلو الا ربع من الدقيق. طبعا هنا طريقه العجنه تبقى واحده. تمام. هتشوفي برضو خلال الفيديو انا هعمله ازاي. انا كده خلاص خدت كده كيلو الا ربع من الدقيق زي ما انتم شايفين. هحطهم كده بقى معايا في العجان. طبعا تقدري ان انت تعجني على ايدك، مفيش اي مشكله خالص. طريقه العجن هنا بقى يا بنات تختلف من طريقه لطريقه. انا هنا هحط بس الاول ذره من الملح كده زي ما انتم شايفين، واحط كمان معلقه من السكر كبيره. بس انا يعني معلقه السكر دي يا جماعه بتدي للعجينه كده طعم مسكر وحلو، بتبقى حلوه قوي. انا كده عشان هحط برضو كميه كبيره فانا هحط معلقتين. تقدري ان انت تحطي لو نص معلقه سكر على كميه ضعيفه جدا من الدقيق. بس يعني انت كل اللي انت هتحتاجيه ان انت تحطي ذره ملح صغيره على اي كميه انت هتحطيها، ونص معلقه سكر لو انت تعملي كميه يعني اقل من دي. لو انت هتضاعفي الكميه زي حالاتي كده ممكن تقدري ان انت تحطي معلقه كبيره كده زي ما انت شفتي من السكر، او معلقه ونص، معلقتين طبعا حسب ما انت حابه. هنا بقى للعجن انا هحط هنا للعجن يا جماعه ميه دافيه. تمام. انا هبدا بقى ان انا احط ازود ميه كده لحد ما احس ان العجينه معايا اتلمت في العجان. طبعا برضو انت لو بتعجني على ايدك هتحتاجي برضو ان انت تفضلي كده تزودي ميه لحد ما العجينه معاكي تلم. اول ما تلاقي العجينه لمت كلها وتحس ان العجان نفسه بقى نضيف كده ما فيهوش عجينه، تعرفي كده خلاص ان هي مش محتاجه ايه ميه تاني. زي ما انتم شايفين كده هي بصوا بتبدا ان هي تلم هي معايا. بصوا شكل العجينه هنا بوريها لك ان هي تبقى عجينه مطاطيه زي ما انتم شايفين كده. بصوا تحس ان العجينه عامله زي اللبان كده، بصوا بتمط معاكي. تمام. انا كده خلاص عجنتها كده كويس قوي. طبعا لو انت تعجنيها في العجان انا عجنتها لمده 5 دقايق كبير، يعني اكبر مده كده تعمليها 5 دقايق عشان تتعجن معاكي. كل ما انت ما بتعجني العجين اكتر كل ما هو بيديكي نتيجه افضل وافضل وافضل. تمام. انا كده عملت كده خلاص كده الكميه اللي انا حباها. بصوا ما شاء الله العجينه معايا، بصوا ما بتلزقش خالص في الايد، وفي نفس الوقت مطاطيه كده. هبدا بقى ان انا اجيب كده كيس من البلاستيك وهغطيها وهسيبها ترتاح لمده نص ساعه. طبعا عجينتنا ما فيهاش اي خميره ولا اي حاجه، بس انا حابه ان هي ترتاح. طبعا كل ما هي بترتاح معاكي كل ما هي بتديكي النتيجه افضل في الفرد. تمام. هنا كده بعد نص ساعه حطيت كده كميه من الزيت كده في الصينيه اللي معايا ديت. هبدا بقى اجيب معايا العجينه اللي انا معايا ديت كده بعد نص ساعه. ما شاء الله بص العجينه ارتاحت. بص لما بترتاح معاكي بتتفرد ازاي سهله جدا. بصوا عجينه بجد جميله جدا اللهم بارك يعني. هبدا اكورها كده كور زي ما انت شايفه كده، يعني كده قد مثلا يعني قد البضايه كده مثلا، اللي انت البيضه العاديه تعملي كده كور قد البضايه كده، بتكوريها كده زي ما انتم شايفين. هعمل بقى كل كميه العجين اللي معايا دي كده بنفس الطريقه، هفضل اكورها كده. طبعا كل كوره من الكور دي يا بنات هي فطيره. تمام. انا قلت لك تقدري انك تحطي اي كميه انت حباها من الدقيق حتى لو من كوبايه واحده. بصوا ما شاء الله اللهم بارك العجين كله زي بعضه. طبعا انا عاملاه مثلا يعني ايه بالمعين كده يعني، يعني الكور متساويه. طبعا كل كوره من دي ايه بتمثل لك فطيره. تمام. هبقى بنركنه كده بقى على جنب، وهسيبها برده لمده مثلا كده ربع ساعه ولا حاجه ترتاح. وبعد نص ساعه او ربع ساعه حسب ما انت بتحسي، بصي العجينه بتتفرد معاكي بايدك سهله جدا، مش محتاجه نشابه. ما شاء الله بصي العجينه عشان ارتاحت واتعجنت كويس بتديكي ايه نتيجه كويسه قوي. دي بقى مرحله الفرد. بصوا بقى شوفوا المرحله دي سهله جدا. هبدا ان انا افردها كده طبعا بمساعده الزيت على الرخامه او الكونتر اللي انت شغاله عليه. هبدا ان انا افرد العجينه معايا. بصوا ما شاء الله عشان هي مرتاحه بتتفرد معايا سهله جدا ما غلبتنيش زي ما انتم شايفين كده. طبعا لو اتقطعت او كده الحاجات دي كلها منك بتتدارى في جوه الفطيره، ما تشغليش نفسك بيها يعني. هبدا ان انا يعني افردها كده مثلا على قد ما هقدر. مش شرط ان انت تورقيها خالص جامد، لان احنا بصوا هنعمل دلوقتي طريقه جديده للفرد وهتديكي نفس التوريقه اللي انت بتشوفيها مثلا اللي هي الطريقه المعتاده. هبدا ان انا اقطع العجينه كده زي ما انتم شايفين معايا كده عباره عن شرايح بس مش شرايح كامله. يعني بصوا كل قطعه من الناحيه التانية بتمثل لها قطعه في الجهه الاخرى. تمام. هبدا بقى ان انا هنا معايا بقى هنا زبده صفرا. انا حبيت ان انا اسيحها كده مع شويه زيت صغيرين عشان بس ما تتحرقش. طبعا الزيت بيدي للحاجه دي تلمع وطعم حلو قوي. طبعا تقدري انك تحطي زيت او سمنه او زبده او زيت بس او سمنه بس، طبعا الماده الدهنيه دي حاجه بترجع لك انت.
بالفرشه كده زي ما انت شايفه. هبدا بقى ان انا اطبق كده بقى زي الظرف. بصوا يعني زي ما انتم شايفين كده، بتاخدي كل اتجاه على التاني وتطبقيها وتدخليها جوه التانية. دي كده بتعادل لك مرحله ان انت لو هتفردي الفطير وتطبقيه فطيره جوه فطيره، فدي بتديكي نفس الطريقه يعني. بس بصوا بتبقى في الاخر هي ايه، الظرف ده كده مقفول. طبعا بتظبطيها كده عشان خاطر ايه، لما تيجي ترصيها في الاخر في اخر الفيديو كده هتشوفيني انا اقصد ايه، تبقى معاكي مظبوطه، ما تبقاش معاكي مكلكعه وتديكي شكل متساوي. بصوا ما شاء الله العجينه جميله خالص، العجينه بجد مظبوطه جدا. طبعا ده بمساعده ان انت ريحتيها كويس وعجنتيها كويس، وبرده بتفرق برده عن نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. لازم يكون دقيق متعدد الاستخدامات عشان يبقى كده الدهنيه اللي معايا. هبدا ان انا ايه احطها كده على الوش. انا برده بعمل لك واحده تاني برده عشان تبقى انت شايفه الطريقه بالظبط معايا. تمام. وهقطعها برده نفس النظام، وهعملها برده بنفس اللي احنا عملناه الاولانيه. تمام. انا هعمل كل الكميه بقى اللي معايا الكور دي كده كلها مره واحده، لازم تعمليها يعني بالمره كلها مره واحده عشان ترتاح كلها مع بعضيها تبقى معاكي سهله. بصوا بطبقها ازاي، بحط واحده جوه واحده. بتظبطي بقى الشكل بتاعها كده عشان خاطر لما تيجي في الاخر تقفليها تبقى مظبوطه معاكي. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، زي ما بقولك كده بالظبط. هي دي الطريقه الصح جدا اللي انت تقدري تعملي بيها الفطير من غير اي مشاكل. بجد دي طريقه سهله جدا، اسهل طريقه ممكن تعملي بيها اي فطير، بقى فطير بسكر او فطير عادي. انا بقى هعمل كل الكميه اللي انا معايا دي نفس الطريقه. وفي الاخر بقى هجيب صاج كده، انا ولعت الفرن معايا على اعلى درجه حراره. بتحطي صاج الفرن معاكي تحت خالص، في اول رف تحت خالص. تبداي بقى ان انت ايه، دي كده واحده انا كنت فردتها، انا هفرد واحده تاني قدامك دلوقتي. دي فطيره يا بنات، انا فردتها كده، خدت ظرف من الظروف اللي انتوا شايفينها قدامك دي وحطيتها. انا بص هفرد واحده تاني قدامك دلوقتي. يعني هو كده انا اقصد ان انا يعني دي كنت انا صورتها في الاخر. دي كده في البدايه بتفرديها كده بالنشابه، ما بتفردهاش بقى خالص للاخر. انا هوريك السمك اللي انا عايزاه. بصوا بتقدري بقى ان انت تدوريها كده زي ما انتوا شايفين كده. ده بيكون السمك بتاعها بالظبط، يعني مثلا يعني مش بتبقى تخينه قوي ولا رفيعه قوي برضه عشان ما تنشفش معاكي الفرن. تمام. ده اول صاج انا خرجته من الفرن. بصوا شكله جميل ما شاء الله اللهم بارك. شايفين شكله عامل ازاي، مورق جدا من جوه ومخرفش كده. بصوا شكله جميل جدا. هنا بقى دي الخطوه الثانيه. بصوا انا كده بعد ما عملت كل كميه الفطير اللي معايا هوريكي دلوقتي طريقه ثانيه بقى تحطي عليها اللبن. بتجيبي بقى كده طاسه معاكي تيفال. بصوا انا بوريكي هنا الفطير ما شاء الله طري جدا، يعني بصوا ما شاء الله جميل جدا. بتحطي كده مثلا قد ما يعدل يعني ايه كبشه كده صغيره من اللبن او الحليب اللي معاكي، بتديله بس كده طعم حلو قوي، وبتديله كده قلبتين كده على الوشين، وكده بيبقى معاكي مظبوط. بصوا كده بالطريقه دي كده. طبعا ده اللبن كده بيتشرب معاكي الفطير. اللبن ده بنات دافي، انا كنت لسه غلياه في بدايه الفطير وابتدى ان هو يدفى شويه. بصوا ما شاء الله الفطير كله ده كده يا بنات من غير لبن، لسه انا ما حطيتلوش لبن. بصوا طري ازاي وجميل جدا ما شاء الله عليه، جميل جدا ومظبوط معاكي جدا. هبدا بقى ان انا اطلعهم كده بقى واحطهم فوق بعضيهم، وده بيكون شكله النهائي ما شاء الله. بصوا شكله جميل جدا ومورق جدا. حط عليه بقى سكر كده بقى، حابه انك تاكليه حتى لو ده ساده، يعني ده ينفع كده يتاكل ساده من غير سكر، تغمزي بيه اي حاجه حادقه معاكي، جبنه او مش او عسل اللي انت حباه. بصوا ما شاء الله مورق مش ناشف خالص، طعمه جميل طري جدا، طعمه بجد فعلا تحفه تحفه بجد. بصوا شكله عن قرب. طبعا دي حاجه سهله كده، ممكن تعملي تحليه حلوه كده لاولادك لو انت كمان حابه تاكليه حادق. طبعا تستغني عن السكر. ودي بقى منا بقى بنوتي الصغنونه بتقول لكم بحبكم كتير، وبتقول لكم ان الفطير كان تحفه جدا بجد، عجب الاولاد جدا جدا، وكانت حاجه جميله جدا. بتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا رايكم في التعليقات. هستناكم في فيديوهات تانية ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.